لقد ضقت ذرعا بك يا ساكن. إلى هذا الحد يا إسلامي، ولكنك تعلم أننا إلى هذا الحد، مع أنك تعلم أن وجودك لله يعني وجود آخر. وتلك هي مصيبتي، وتلك هي سعادتي يا سامي. نعم يا سامي، إن الإسلام من الأكثر تفاؤلا في علاقتنا. هذه أول مرة تشارك به محافظة النجف، كون فرقة النجف الوطنية للتمثيل. المسرحية من تأليف الدكتور علي حداد وإخراج الأستاذة حماء الحسن. هذا المهرجان العاشر الدولي، مشاركة العراق بطيبة، لكن المفروض يكون مشاركة أكثر لأنه 5 فرق على أساس شارك، بس احنا شاركنا. فرقة النجف شاركت باسم العراق، والامبارح وقبل الامبارح جو الفرقة الأخرى فرقة شباب أيضا عراقية. حقيقة إن دور فاعل في هذا المهرجان، لأنه لجنة التحكيم من العراق هي الست فاطمة الربيعي، وأيضا ست عواطف نعيم الدكتورة، وكرمت الدكتورة عواطف، وكرمت الدكتورة فاطمة، وكذلك كرمت الفنانة حمائل حسن من النجف كمخرجة للعمل. أشارك ممثلا وليس إخراجا. هذا العمل هو من تأليف الدكتور عدنان حداد وإخراج الست حمائل. اليوم سيكون عرض الوفد العراقي. حقيقة العروض العراقية دائما تمتاز بكثرة مشاهديها. يعني تصوري نحن من أول يوم في المهرجان، هذا المهرجان اللي هو مهرجان القاهرة لجمعية هواة المسرح، يسألون عن عرض المسرح العراقي متى وأين. المهرجان قدمت فيه عدة أعمال من مصر، كانت أغلب الأعمال من مصر والأردن والسعودية والعراق وليبيا وتونس، فكانت الأعمال متفاوتة في الأداء أو في النص أو في فكرة الإخراج. الأعمال العراقية دائما تمتاز بلغة التجريب، بلغة التجديد، فلذلك ترى العمل العراقي مميز من كل الأعمال. أنا مستمتع إلى أقصى الحدود، فعلا تجربة شديدة الروعة والإتقان والعائلية لأسرة كلها تعشق فن اسمه فن المسرح، لأبو الفنون، ومعمول برامج لخطة كبيرة تجاوزت مثلا يعني 20 يوم تقريبا ولا اي حاجة كده. يعني احنا عايشين في حالة من المسرحة والمستوى الراقي الشعري. يعني احيانا الحوار شعر في بعض النصوص، لكن انا اقصد الشعري بمعنى ان المسرح هو روح الشعر. المسرح العراقي ايضا لا يغيب عن هذه التظاهرة يعني اطلاقا، لانه طبعا الفنانين العراقيين معروفين ولهم باع طويل في المسرح على مستوى الاخراج وعلى مستوى التمثيل، فاحنا بنبقى سعداء بوجودهم ومشاركتهم معنا في المهرجان، لان هو الحقيقه بيثري هذا الحدث. فالمهرجان بدون اي فرق من الفرق العربيه، وخصوصا العراق كمان بيبقى يعني مش هيبقى ناقصه حاجات كتير. يعني بنهني كل المكرمين، وده شيء ما هوش جديد على فنان العراق، لان في عظماء من فنان العراق سواء في التمثيل او الاخراج او الشعر في الكتابه. فاحنا العزله كانت عزله ما هياش اختياريه، عزله اجباريه، ونحمد الله انها انتهت على خير، وان شاء الله ما يبقاش في اي عزله مره اخرى. التكريمات في حد ذاتها هي فكرة جميلة، لأنه هو اعتراف ضمني بما يقدمه الفنان في حياته. العروض المسرحية كانت عروض جيدة ومتميزة، أبانت على مستوى مسرحي جيد يتميز به الإخوة العرب. في نفس الوقت هي إطلالة على نهوض مسرحي كنا نحلم به.